تحية من هون من مدينة حيفا عروس البحر بالموسم الثاني من كمشة أخبار فنية مع تغريد. نحن بعدنا زي ما شايفين بموسم الأعياد، وما فينا ما نحتفل وكمان نقدم بطاقة معايدة لكل الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي، فبنقول لهم ميري كريسماس، هابي نيو يير. ولكل يلي عم بتابعني ان كنتوا من هالبلد او برات هالبلد، اهلا وسهلا فيكم. واذا كنت عم بتشوفني لاول مره ما تنسى تشترك بالقناه وتدعمونا بلايك. اوكي يلا لايك للحلقه وشير لكل معرفكم. شو حامل كمشة اخبار فنيه مع تغريد؟ يلا معي، يلا جوله ميلاديه ببيت غير شكل. يلا معي يلا معي. بنسلم على بابا نويل اول شيء. هاي بابا نويل، جبت هدايا للكل؟ يلا كتير منيح. هذه كمان شجره، يعني اليوم الفرح كله بهالبيت يلي انا موجوده فيه. بعدين عندنا كمان المغاره والطفل يسوع، المجوس، مريم العذراء. شو حلو. وكمان شجره، ليكوا عدوا كم شجره ننقلكم نحن اليوم الفرح من هالبيت الحلو. يلا معي كمان مكملين معكم المغاره بكل جمالها بكل جماليتها. شو حلو، 3 شجرات و3 كمان شجرات. بفكر هود الارزاق. ايه بس شوفوا شو حلوين، شوفوا هالجمال. يعني بينقلنا بياخدنا على محل هيك كثير بعيد. وبعد ما عملنا جولة هيك حبيت أنا نقلكم هالجمال وهالفرح. هلأ رح منكون بفقرة فنية، أو تعال نقول أخبار من العالم. شو حمل 2022 من أهم أحداث؟ ضلوا معي. فإذا أهم الأحداث يلي حملتها 2022، زي ما قلنا نحن مزبوط ودعناها، بس ما فينا ما نذكر. يمكن بتعرفوهم بس حلو انه نرجع نذكرهم. اول شيء سقوط الطفل ريان بالمغرب يلي عمل ضجه كثير كبيره. الحرب الروسيه الاوكرانيه يلي جوعت دول كثيره. ايلون ماسك يلي هو صار اليوم لإله لتويتر. زيارة الرئيس بايدن للمملكة السعودية بعد ما عمل جولة بالشرق الأوسط. رحيل الملكة إليزابيث. احتجاجات بإيران. وصول عدد البشر ل 8 مليار. كثير أو شو؟ ومكملين معكم مونديال قطر. تتويج الأرجنتين واللي حملت كأس العالم. المغرب كانت أول دولة عربية بتوصل لنهائيات كأس العالم. وهيك نحن خبرناكم أهم الأحداث يلي صارت بال 2022. أما ال 2023 نوعا ما حملت ومآسي بتوجع. أول شيء لكل يلي بحبوا كرة القدم، رحيل الأسطورة بيليه يلي اختار انه يكون المقبرة خارج عن المألوف تيدفن فيها، وبالتحديد الطابق التاسع من مبنى فخم بطل على سانتوس. رحيل وديع جورج وسوف ابن سلطان الطرب جورج وسوف. وهون اسمحوا لي بوقت صغيرة تعزي عائلته الصغيرة لجورج وسوف والعالم العربي كله، لأنه جورج وسوف هو مش ملك نفسه وإنما ملك العالم العربي كمان. أنا بدي أقول له شو ما قلت ما فيني عزيك، ولكن يمكن روح وديع اليوم بالسماء وهو ملاك عم يحمي هالعائلة. أنا بعرف إنها مأساة كتير كبيرة، ولكن إن شاء الله الأيام هي بتعطيك القوة وروحه الحلوة يلي عم تحميك بالسماء.
أما الأمانة العامة للمجلس الوحدة الإعلامية اختاروا ماجدة الرومي تكون سفيرة للفنانين الشباب العرب، لأنها هي تعتبر مدرسة فنية. الأمير هاري، لك شو هالأمير هيدا؟ هالأمير يلي كل فترة وفترة بيطلع بشي بفضائح بالجملة كمان، وهالمرة كمان كتاب بيحكي عن مسيرته، وكأنه صارت عادة عند الأمير هاري يجمع مصاري. وبسألك إنه العالم كله ما حب وما بعرف قديش نسبة رح بتتابع هالكتاب أو رح تقرأه كمان. شيء مؤسف جدا إنه الأمير هاري قرر يعيش حياته، ولكن بعدين لا، مش الحقيقة منا هيك. وهلأ صار لازم أعرفكم على ست البيت، شو رأيكم؟ يلا معي، صار الوقت نتعرف على ست البيت يلي دعتني اليوم لعندها على هالبيت الحلو. بفكر إنه هي يلي حملت الفرح لكل متابعي كمشة أخبار الفنية. أهلا وسهلا. بونسوار. بونسوارك. يلا مع بوسة مدام ليلي. شقير، خليني أنا أرفع كاس اليوم ونقول لكل المتابعين كل سنة وانتم سالمين. تشيرز. بدنا نقول بما إنه كل الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي عم بيعيدوا، شو بنقول لهم؟ ميري كريسماس وهابي نيو يير. وللغربيين نقول لهم الدايم دايم. الأعياد كثيرة. الأعياد كثيرة، فيلا تشيرز. مدام ليلي، شو هالحلو هذا؟ أنا كنت جاي بدي أقول لك يعني اليوم يلي اهتم بأناقة حياتي، شو هالأناقة الحلوة يلي اهتم بأناقتي بوتيك دونتيلا شارع الجبل 13. شو كيف؟ تمام يعني عليلك الورد اللي على صدرك ليلك. شو هيك بهالأعياد حلوة، وانت كمان بهالأخضر يخزي العين. وبدنا نقول لها لفريال تشيرز، وبدي اشكرك انا. انت سالمة يا فريال. اكيد. دخلك قديش بياخذ معك وقت لتزيني؟ يعني اللي بفوت على هالبيت قديش؟ يعني انا قلت صرت بدي اقول كذا مره، الفرح يعني بكل قطعه بكل زاويه في فرح، نحس الواحد انه في عيد. وانت يمكن بهالزينه العيد ما باخذش وقت كثير معي، لا اسبوع ماكسيموم. وانت عم بتزيني قديش بتحسي بفرح؟ كثير، مشان هيك انا بحب هاي الشغله، بحب يمكن ازين. كرمال هيك ما بتحسي بحسش بالتعب. وكل سنه كل سنه كل سنه سنة. سنه. واو. حتى هاي السنه قالوا لي بلاش تعمليها تتعبي. ليه؟ على اساس عندي ريمونت بالبيت، قلت لها لا مش قادرة. اخر جمعه بلشت، ولا انا قبل بشهرين ببلش. واو. يعني الزينه عندي بالبيت تبقى قبل بشهرين. واو، بس قديش حلو هالموسم. ببلش يعني بنوفمبر الناس ببلش تزين، بيجي بديسمبر حامل معه كتير اعياد، وبضل نص جانيوري يعني هالفتره طويله، وهالفرح بضل عايش بين الناس. احنا بنتمنى انه كل السنه، صح؟ ان شاء الله. ولا شو رايك؟ لا كل سنه كثير لا انه ضل فرح، يضل فرح ويضلوا حاملين فرح، ويضلوا حاملين حب، وان شاء الله 2023 تكون سنة سلام وفرح ان شاء الله، وخير على الدنيا كلها ان شاء الله يا رب. نحن وصلنا لنهاية كمشة اخبار فنية مع تغريد. بدي اشكر متابعتكم، لاقوني الاسبوع الجاي بحلقة جديدة. باي.